اكاد اجزم ان الجهاز اللي قدام حضراتكم ده اكتر جهاز جالي عنه اسئله في الفتره اللي فاتت. منين؟ بكام؟ مواصفاته ايه؟ رايك فيه ايه؟ تنصح بيه ولا لا؟ ولذلك قررت قبل ما ندخل رمضان وكل سنه والساده المستمعين والمشاهدين والمتابعين من كل مكان بصحه وعافيه اللهم امين، ندعي لامي ولامواتنا بالرحمه ونصلي على الحبيب لاجل قلبي وقلبك يطيب وندخل في الموضوع على طول ونبدا الكلام عن هذا الجهاز. هوم إليك 18 لتر بيغنيك عن اكتر من جهاز جوه البيت. وبرغم ان انا شرحت كل امكانيات الجهاز قدر المستطاع في الفيديو الرسمي بتاعه، الا ان في كتير من حضراتكم ما شافش الفيديو للاخر، فرجاء لاجل الايام المفترجه اللي احنا فيها اتفرج على الفيديو للاخر، لانه مهما كان مده الفيديو فتاكد تماما ان انا اختصرت لك قدر المستطاع. بس هو ده طلب الوحيد. نبدا بسم الله. لو جينا اتكلمنا عن الجهاز في قدره القلايه، فالقلايات العاديه بيبقى عندها وحده التسخين بتاعتها فوق فقط لا غير، لكن الجهاز ده المميز فيه وحده التسخين بتاعته بتبقى فوق وتحت، فبالتالي ممكن يؤدي معاك لتسويه اسرع، وكمان مع وجود المروحه فتوزيع للحراره افضل، خصوصا ان فيها فتحات من كل الاتجاهات بتضمن وصول الحراره للاكل جوه. فكقلايه وبعد تجربه اكتر من مره لاكتر من اكله على الجهاز ده فاعتبره انه انبل. لكن لو هنتكلم بقى عن بقيه الجهاز وبقيه الامكانيات سواء كان فرن او شوايه او ايا كان الفكر اللي انت ممكن تستخدمه فيه، فعندك اكتر من رف فيه تقدر تسوي فيها اكتر من حاجه بنفس الوقت. وصحيح من عيوب الجهاز الحجم الصغير بتاعه برغم ان هو 18 لتر، لكن لو افترضنا انك انت معاك بيتزايه متوسطه وعايز تسويها هنا مش هتعرف. في الحاله دي ممكن تعمل نفس اللي انا عملته بالظبط، قسمتها 4/4 ووزعتها على درجين، وبكده الجهاز كفرن برضو قام بمهمته. ولو حبينا بقى ننتقل للمرحله اللي بعد كده الا وهي مرحله التسخين، فعندك برضو برنامج في الجهاز بيقدر يخليك تحافظ على حراره الشيء اللي انت عامله جواه بعد التسويه، فهنا تقدر تختار من البرامج ده برنامج الاحتفاظ بالحراره. اما بقى لو هنتكلم عن اهم ميزه بتفرق الميكروويف عن الفرن وهي فك التجميد، فبرضو الجهاز ده انا جربت افك بيه التجميد لاكتر من اكله وحسيت ان كلهم تم الفك بنجاح، بخلاف الافران العاديه اللي انت لما تديها حراره هاديه عشان تفك من التجميد بتلاقي اطرافها استوت معاك او حروقت او قرمشت، وده الشيء اللي كان بيميز الميكروويف عن الفرن. فبالنسبه لي الجهاز ده برضو في المهمه دي قام بدور. وبرضو لان كتير من حضراتكم بيحب ياكل الفشار او بيسوي اي شيء من غير زيوت جوه دوار، فالجهاز ده بيوفر لك امكانيه انك تقدر تسوي الفشار او البطاطس او الاجنحه وبعد تجربه لاكتر من اكله جوه الدوار، فالجهاز برضو قام بدور. اما بقى لو اتكلمنا عن المربع الصغير بتاعه واللي بيكون متخصص اكتر للبطاطس الويدجز والبطاطس الصوابع برضو، فبالنسبه لي بعد تجربه اكتر من 5 مرات تقريبا برضو قام بدوره، لان هو نفس الدور والتركيبه بتاعت. وبما اننا جبنا سيرتهم هما الاثنين، فكمان الفرن بيجي معاه دوار تقدر تعمل شيش طاووق او كفته في الاسياخ دي وتعلقها هنا وبتيجي على قدها بالظبط وبتقدر تدخل جوه، وفي الحاله دي تقدر تسمي نفسك انك بتشوي. وبمناسبه برضو الشوي فبرضو بتيجي معاها الشوكتين اللي تقدر من خلالها تشوي فرخه او حتى حماميه، وطبعا سواء دي او حتى دي تقدر ترفعهم من جوه الفرن من خلال الاداه دي اللي طبعا بتحميك انك انت تتلسع. وطبعا من وسائل الحمايه القطعه دي اللي تقدر من خلالها تمسك الصاج او الجريل، او حتى القطعه الثانيه الصغيره اللي بتقدر تخليك تمسك القلايه بمنتهى الراحه. وطبعا اخر حاجتين هنتكلم عنهم فيما يخص الفرن ده هي الشبكه اللي بتقدر من خلالها انك انت تسخن العيش وما شابه ذلك، واخر حاجه برضو شبكه تسويه متفرغه، وكل حاجه من دي لها مكان للتركيب والدخول والخروج جوه الجهاز. لو هنتكلم عن سعره اقسم بالله العظيم انا ما اعرفش سعره عامل كام، لكن سمعت من بعض الناس اللي راحوا اشتروا نفس الجهاز وقت ما اعلنت عنه اول مره انه سعره بيتراوح من 8 ل 8.5، ده طبعا في وقت تسجيل اول حلقه اللي كانت تقريبا من شهر ونص او شهرين. ولازم نبقى عارفين ان الاسعار خصوصا في الفتره اللي احنا فيها دي للاسف الشديد يوم والتاني بتتغير، خصوصا لما يكون الجهاز جاي من بره مصر مش من جوه مصر. وبمناسبه الجهاز تجيبوه منين، فانا سبق وقلت لكم قبل كده ان الجهاز ده من خلال جروب وصفحه روفجان نشتري لك من الخارج. طبعا في التعليق تحت هتلاقوا اللينكات الخاصه بالجروب والصفحه، اي حد يقدر يدخل يقول للاستاذه عزيزه من فضلك يا استاذه عزيزه سعر جهاز هوم إليك 18 لتر النهارده مع التوصيل بكام، لانه والله حتى صاحبه الحلال ما تعرفش ان انا بصور الفيديو ده من اساسه، بس انا حرفيا صورت الفيديو ده عشان ارد على كتير من الاسئله اللي جات لي سواء في التعليقات او حتى في الرسائل او حتى اثناء الانقطاع في الفتره اللي فاتت. وفي الختام كالعاده ايها الساده بندعي لامي ولامواتنا بالرحمه ونصلي على الحبيب لاجل قلبي وقلبك يطيب، وتاكد تماما ان كل تفاعل منك على الفيديو ده او اللي قبله او اللي بعده او الستوري او حتى صوره او حتى منشور بيفرق معايا جدا حقيقي. انا محتاج لكل دعم من نفسي ومعنوي ومادي كمان والله، وحياتك ربنا يوسعها علينا. مساء الزبده واشوفكم على خير الفيديوهات الجايه.